بسم الله الرحمن الرحيم. حلقتنا النهاردة عن تخليل الزيتون الأسود. هنخلله مع بعض بطريقة مختلفة خالص. أنا كنت عملت السنة اللي فاتت معاكم فيديو عن سر نجاح تخليل الزيتون الأسود. مش قادرة أقول لكم النتيجة كانت ناجحة و100%، وكان فعلا من أطيب تخليل زيتون أنا عملته. السنة دي أنا هعمل طريقة وهي طريقة والدتي، وهي بتخلل بنفس الطريقة دي بس بتوفر لنا في الوقت. اول حاجه بيكون معايا زيتون اسود، والزيتون اللي احنا بنخلل بيه بيبقى زيتون اللي هو الكلاماتا، هو مختلف عن الزيتون التفاحي. بصوا ده كده شكل الزيتونه، بتكون واخده شكل طولي بالطريقه دي. يستحسن تجيبي الزيتونه اللي تكون كبيره فيها لحم كتير، بيبقى طعمها طيب جدا وحلو في الاكل وفي التخليل. دلوقتي هنبتدي لو في واحدة معطبة ولا اي حاجة نبتدي ان احنا نشيلها، وابتدي اغسل الزيتون كويس تحت الحنفية. هنا بقى الطريقة الجديدة اللي انا هعملها ان انا هجيب شق كده بالسكينة، هناخد شق كده في قلب الزيتونة، شق واحد بس يا جماعة من الجنب. دي هتساعدنا في خلال 48 ساعة ان احنا نتخلص من المرارة الموجودة داخل الزيتون. يبقى دي الطريقه اللي والدتي قالت لي عليها، قالت لي كل ما هتعملي فيها الشق وبس. انا هنا مش هنقعها، لان انا لو نقعتها الزيتونه ما بتعيش معاكي فتره طويله، بعد فتره بتبتدي الزيتونه تنهري، سواء الزيتون الاخضر او الزيتون الاسود. فانا هنا مش هنقع الزيتون خالص، لا انا هبتدي ان انا بردك هحط له الملح، وهنشوف الطريقه بتاعتنا دلوقتي عامله ازاي. كده خلاص، انا بعد ما شقيت كل الزيتون جنب واحد ببتدي ان انا احط له ملح رشيدي، اللي هو الملح بتاعنا الخشن. بصوا هو بيبقى خشن بالطريقه دي. طبعا هنا لو مش متوفر عندك الملح الخشن هتحطي ملح اللي هو الناعم، مفيش اي مشكله. هنا بقى بتحطي كميه ما تخافيش منها خالص، لان احنا بعد كده هنتخلص من الملح ده. هنا بتحطي كمية كويسة كده على الزيتون، انا مش هقولك على مقدار، انت بتحطي هنا الكمية اللي تغطي لي الملح، لان هي هتعتبر مادة حافظة للزيتون، وهي اللي هتساعد ان هو يخرج لنا المرارة الموجودة داخل الزيتون. هندي تقليبة كده كويسة للزيتون بتاعنا. خلاص بقى كده هبتدي ان انا اجيب برطمان، حتى البرطمان اللي انت هتخليلي فيه خلاص، وهبتدي ان انا اعبي الزيتون ده في قلب البرطمان. بعد ما اعبي الكمية كلها كده في قلب البرطمان زي ما انتوا شايفين، ماشي، بحط كمان معلقة من الملح. قلت لكم هنا ما الملح ده بيعتبر مادة حافظة، وهو اللي هيساعد لي ان انا اخرج المرارة. هنخرجها خلال 48 ساعة بس. هبتدي اغطي البرطمان وهسيبه لمدة 48 ساعة. خلاص، بس انا من وقت للتاني ببتدي اهز البرطمان كده، واحاول ان انا اخلي الملح زي ما اكون كده بقلبه، بس انا مش هفتح على البرطمان خالص في خلال ال 48 ساعة مع درجة حرارة الجو العادية بتاعتنا. بصوا هنا بعد مرور ال 48 ساعة، بصوا الزيتون اللي كان مالي البرطمان بتاعنا ابتدى ان هو بصوا ينزل بقى. شوفوا نزل قد ايه. طبعا هنا ابتدى ان هو كمان كمية المية اللي هو منزلها، انا طبعا كنت برج بيه الطريقة دي في خلال اليومين اللي انا كنت بكبسه فيه. هبتدي دلوقتي افتح لكم كمان البرطمان ونشوف شكله. مش قادره اقول لكم على ريحه الزيتون جميله جدا اول ما فتحت البرطمان. عايزه كمان اوريكم ان الحبيبات بتاعه الزيتون زي ما يكون عليها نسمه من الزيت، ده كله ده هو الزيتون هو اللي خرجه مع الملح. شايفين بقى شكله هو دبل شويه كمان. وشوفوا بقى الفراغ اللي سابهولنا في قلب البرطمان كبير جدا. خلاص انا هبتدي كمان ادلقه لكم في حاجه عشان نشوف. بصوا كميه المراره اللي هو منزلها، الميه اللي هي نزلتها دي عباره عن المراره الموجوده داخل الزيتونه. كده الميه دي انا مش محتاجاها، هبتدي ان انا اتخلص منها. وهغسل دلوقتي الزيتون ده عشان نتخلص من الملح اللي كان محطوط فيه. كده خلاص انا غسلت الزيتون بتاعنا. بصوا بقى شايفين هنا اللون، انا مقربه لكم الكاميرا، الزيتونه لونها فتح خالص، وتحس ان
الزيتونه بتاعتنا كده زي اللي دبلت. بس عايزه اطمنكم ان بعد في التخليل اهو كده اهو الزيتون اهو، ان في التخليل هيرجع تاني اللون بتاعه يسود، وهيرجع تاني الحبايه اللي هي الدبلانه دي هترجع تاني لطبيعتها، وهتبقى ملحمه معاكي كمان. هجيب البرطمان اللي انا بقى كنت مخليه فيه، هغسله غسله كويسه، وابتدي تاني ارجع فيه الزيتون اللي انا غسلته من الملح. بعد كده هبتدي اعمل المحلول الملحي. المحلول الملحي عباره عن 4 كوبايات من الميه. بصوا دي كوباية الشاي اللي احنا بنشرب فيها، بعبرها 4 كوبايات من المية، بغليهم الاول على النار، وبعد ما يغلي ببتدي ان انا اسيب لحد ما المية تبرد. كده انا عقمت المية بتاعتنا. لو عندك مية في الفلتر خدي مية بقى من الفلتر، هي بتكون كده معقمة جاهزة. طيب كده بقى انا هضيف 5 معالق من الملح على 4 كوبايات من المية. وهنا المعلقة بتكون معاكي مليانة، يعني ما تحطيش كده معلقة كده مسح، لا بتكون المعلقة معاكي مليانة. يبقى عبارة عن 4 كوبايات من المية مع 5 معالق من الملح كبار. هتدوبي بقى الملح كده مع المية عشان تتأكدي ان الملح بتاعك يكون دايب. دوبيهم كويس. بعد كده هبتدي ان انا اضيف المحلول الملحي على الزيتون، وهنا لازم المحلول الملحي يغطي الزيتون بتاعنا، يعني مش هحطه كده ناقص، لا لازم المحلول الملحي يغطي كمية الزيتون. على فكرة المعيار اللي انا قلته ده لكيلو من الزيتون. كده خلاص بقى هبتدي ان انا ازود بعد كده على الوش باي زيت موجود عندك، بس يا ريت يكون الزيت ريحته كويسه. لو كان عندك زيت زيتون عايزه تحطي مفيش مشكله، بس على فكره الزيتون بعد كده بيبقى الزيت بعد كده بيبقى ريحته زي زيت الزيتون بالظبط. خلاص كده انا كده مليت الزيت بتاعه. عايزه اقولك ان كده بيقعد معاكي بعد شهر، بتفتحي عليه وتشوفي اذا كان هو استوى ولا لا. لو لقيتيه استوى يبقى كان بها، ما استواش يبقى انت بتسيبيه كمان شويه لحد ما يستوي. لما بتبتدي تفتحي البرطمان عليه مره بتحصل للزيتونه بتاعتنا عمليه اكسده، وبتبتدي ان الزيتونه بتاعتنا دي لونها يسود. عايزه اقول لكم ان هي كل ما بتقعد في المحلول الملحي انها بترجع تاني تلحم تاني، وترجع الحبايه لطبيعتها اللي احنا كنا شاريين بيها. ومش قادره اقول لكم بقى بعد ما بيستوي بيكون طعمه فيه منتهى الجمال. انا قلت لكم ان انا السنه دي عملته بطريقه والدتي، لان انا السنه اللي فاتت لما كبست الزيتون في قلب الملح عشان نخلص من المراره قعد معايا يجي 5 ايام وما كنتش عامله الشق ده. بس النتيجة بصراحة كانت ناجحة وجميل جدا، وعاش معايا كمان لبعد السنة زي ما هو ومفهوش مرارة وطعمه حلو. قلنا ان هو بيسود بعد لما بتيجي تفتحها عليه البرطمان وتعرض لحرارة الجو بيبتدي اللون بتاعه يغمق. هنا انا وفرت ال5 ايام اللي انا بعملهم لمدة 2 أو 3 ايام سبتهم في الملح. كده انا ببتدي اغطي البرطمان بتاعي وبسيبه بقى في المطبخ لحد بقى ما يستوي. دي كانت حلقتنا النهاردة عن تخليل الزيتون الاسود. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم لايك وشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. هتلاقوا المقادير موجودة عندكم في صندوق الوصف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.